ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ في كتير من حبايبي على القناة طلبوا مني اني اعمل فيديو اشرح فيه الانفصال العضلي، واشرح فيه طريقة فحص الانفصال العضلي. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا فحص الانفصال العضلي في البيت. ولو عندك انفصال عضلي ما تلاقيش خالص، حل بسيط، تمارين هتعمليها وتنتظمي وتستمري عليها، الانفصال العضلي ان شاء الله باذن الله هيروح. طيب النهارده هنعرف الانفصال العضلي بيجي من ايه؟ الانفصال العضلي بيجي من تكرار الحمل والولادة، ترهلات في البطن، فبتلاقي بطنك كبرت شويه لقدام، في بروز في البطن كده، بطنك كبرت، هتلاقي عندك انتفاخ، امساك بعض الاحيان. طيب ازاي نعمل الانفصال العضلي، فحص الانفصال العضلي؟ اول حاجه خالص هتعمليها هتنامي على ظهرك، وتتاكدي ان ظهرك لازق في الارض، مفيش قرش كده مفيش قرش كده، لازم يبقى ظهرك لازق في الارض. لو ظهرك طبيعته ما بيبقاش ستريت، ما بيبقاش لازق على الارض كده، هتجيبي مخده او اي حاجه رفيعه تحطيها بحيث ان يبقى مفيش آه مفيش قرش بين ظهرك وبين الارض. تمام، ده الوضع المظبوط. انا همسك المايك كده عشان اول حاجه هترفعي راسك رفعه خفيفه، مش تتشعلقي قوي، لا، هترفعي راسك رفعه خفيفه وتشدي عضلات بطنك، وبايدك هتمشي كده من فوق السره، تحت السره، تحت شويه، تحت شويه، طول ما انت ماشيه في خط النص بالظبط. يعني تقدري تجيبي السره بالظبط كده وتنزلي تحتها. لقيتي ايدك بتغرز جوه يبقى انت عندك انفصال عضلي. لقيتيها في حاجه بتصدك، في حاجه مخليه ايدك مرفوعه لفوق، ما انتش قادره تحطي ايدك لجوه قوي، مفيش فجوه ايدك بتسقط فيها، ده اسمه الانفصال العضلي. لو حصل ولقيتي عندك انفصال عضلي ما تلاقيش خالص، تمارين بسيطه هتعمليها في البيت وهتستمري عليها، وباذن الله التمارين دي اثبتت فعاليتها، وباذن الله هيروح الانفصال العضلي. حبايبي اللي سألوني الانفصال العضلي بيجي من ايه، ده بيبقى ضعف في عضلات البطن، وبسبب الحمل وطبعا وكبر حجم البطن العضلات بتبعد عن بعضها، زي ما الصورة هتوضح لك دلوقتي، العضلات بتبعد عن بعضها. بعد الحمل والولادة المفروض بعد الولادة من 6 ل9 شهور العضلات ترجع لطبيعتها تاني. طيب لو ما رجعتش بترجع بالتمارين اللي هنقول عليها. حبايبي انا نزلت فعلا فيديو لغلق الانفصال العضلي وسايبه لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف.